كل إنسان عنده جانبين، جانب كويس وجانب بيحتاج يتغير ويتشكل ويتحسن. طب انت عارف ان أبطال الكتاب المقدس اللي بنركز بس على الجانب الحلو اللي فيهم كان عندهم جوانب تانية قصد الوحي انه يذكرها لينا؟ فعندك مثلا إبراهيم خليل الله، عارف كم مرة خاف واضطرب وكذب مع انه عارف ان ربنا معاه؟ ده كمان حاول يتدخل في وعد ربنا ليه بنسل بخطة تانية بعيدة عن اللي ربنا قاله عليها. طب عارف الراجل الهادي اسحاق ابن الموعد كدب زي ابوه بالظبط، وكان راجل سلبي جدا في تربية عياله. اما يعقوب بقى فحدث ولا حرج، الواد طالع لخاله نصاب محترف ومعرفش ربنا غير تقريبا اخر 17 سنة في حياته. وداود كاتب المزامير والتسابيح، الملك الممسوح اللي في عز ما الملوك كلهم خرجوا الموسم الحرب، هو قاعد في قصره زهقان ملان وطلع يتمشى على سطوح قصره، فشاف واحدة مرات واحد من الجنود اللي في الحرب عجبته وزنى معاها. مش بس كده، ده قتل جوزها كمان، ده غير انه ما بذلش مجهود كفاية في تربية عياله. أما بطرس الألفة بتاع التلاميذ اللي من ضمن الثلاث أشخاص الأقرب للمسيح، حذره يسوع وقال له هتنكرني. رد بطرس بعنفوان وقال لو أنكرك الجميع فأنا لأ، وللأسف أنكروا بدل المرة 3. وقديسين تانيين قصد الوحي يحطهم قدامنا بكل جوانب حياتهم. تفتكر ليه؟ لأن ربنا ما استخدمش قديسين جاهزين، ده استخدم ناس عادية جدا زيي وزيك وغيرهم وشكلهم عشان يكونوا القديسين اللي يحققوا مشيئته. نفس الإله اللي غير القديسين دول يقدر يغير فيا وفيك ويستخدمنا المجد وحده. فاوعى تقله قسيس أو خادم أيا من كان، وافتكر إنه إنسان زينا له سلبياته قبل إيجابياته وبيغلط عادي زينا، بس غلطة الكبير بتكون كبيرة قوي. فما ترفعش سقف توقعاتك وثقتك في إنسان، واعرف إن كلنا في الموازين لفوق لولا نعمة ربنا اللي بتغيرنا كل يوم. فكرة تفكر.